السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدأ الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بجد ان شاء الله. انا هعمل كوسة ورز. بس ده حبيت اوريكم برضو البصل وانا بفرمه بالكبة. يعني انا عملت الكبه ديتي كويسه، انا عملت عليها الطعميه، فرمت عليها لحمه، عملت عليها كفته معاكم المره اللي فاتت كويسه. البصل طبعا حلو جدا. بس انا ما ضربتش عليها طماطم يعني، فلسه هشوف. بس بصوا بتفرم البصل، بتفرم بعد لو انت عايزه تدوس عليه وتفرمه ناعم لدرجه ان البصل ينزل الميه بتاعته، مفيش بتعمل كده. بس انا يكون مفروض يعني ناعم خالص. بصوا بقى ادي جبت الحله بتاعتي، حطيت فيها اي ماده دهنيه عندك. عامه انا بحب احط زيت، او ولما بيكون عندي سمنه او زبده بحط معلقه صغيره معاها، لكن الزيت ده بيبقى اساسي يعني. بصوا هحمر البصله واسيبها لما تتحمر. بصوا انا كنت نسيت والله وطشيت الطماطم، بس هو يعني حطيت درج ونص طماطم كده اهو، وهسيبه لما تتسبك. عقبال ما تتسبك هكون انا بصوا ادي الكوسه، هي كوسه ما شاء الله يعني صبحه طازه يعني. بصوا يعني انا بقشرها بالمقشره بتاعت البطاطس، بس ما تدوسيش جوي عليها، يا دوبك حاجه خفيفه كده اهو علشان ما تاكلش من اللحم بتاع الكوسه. بس فهجشر الكوسه كويس، وبعد كده ايه زي ما انتم شايفين يعني كده. وانا بشيل اللي من فوق، الراس دي اللي من فوق ديتي، وبشيل كمان الحته اللي من تحت دي، يعني بحب اشيلهم الاتنين، متهيألي كلنا بنشيلهم. وبعد كده بقشر. في ناس بتعملها بالسكينه، بس انا لا، بحب اعملها بالمقشره بتاعت البطاطس. زي ما قلت لكم ما بضغطش كتير علشان خاطر تفضل معايا ما تاخدش لحمه كتير من الكوسه. شايفين ادي الكوسه انا بحب اعملها تكون اقطعها تكون مايله مش دواير يعني. بصوا تبقى مايله كده اهو، مش بدايره، لا اهو شايفين تبقى مايله كده. بس انا كمان قشر الكوسه اهو مرضتش ارميه، يعني نضفت كده وحطيته على جنب على السفره علشان خاطر اقول اوريكم، هوريهولكم دلوقتي. كانت كوسه طعمها حلو، كانت محليه خالص، ان هي زي ما قلت لكم كانت طازه وكانت بلدي. بصوا ادي القشر بتاع الكوسه، مش شايفين مش واخد لحم من الكوسه، يا دوبك شلت القشره بس. انا مرضتش ارمي القشر عشان اوريكم. انا قطعت بقيه الكوسه كملتها، وبعدين جيت ان هو غسلت الرز وحطيت شويه زيت، وبحط برضو معلقه السمنه او مكعبين زبده زي ما يكون عندك. يعني عايزه تعمليه بزيت خالص، يعني انا النهارده ما كانش عندي سمنه ولا زبده فعملت الاكل بزيت بس. بس يعني ايه بشتري الزيت اللي هو زيت، مش زيت جليه، زيت الطهي يعني. دي بشتريها وبشيلها يعني في المطبخ عندي للاكل وكده. بس هقلب الرز. انا بحب كمان يا جماعه والله الرز بعمله حبه وحبه. بحب كمان ان انا ايه مش اغسل نص واحمر ونص تنطش بيه، لا انا بغسل الرز كله، وبعد ما احط الماده الدهنيه بتاعتي بنزل عليها بالرز، كميه الرز كلها. يعني هعمل كيلو، هعمل نص كيلو، هعمل كيلو ونص، كيلو وربع، زي ما يكون كميه بغسلها كلها وبنزل عليها بنزل عليها في الزيت كده. التجليه كانت اتسبكت، فهحط معلقه يعني الملح بتاعي، حطيت معلقه كده اهو ملح مبهر، حطيت 7 بهارات، لقيت في البرطمان اخر شويه فلفل اسود حطيتهم،
كمان. وبعد كده واطي هحط كمان مرقه، مكعب مرقه دجاج عشان تظبط الاكل شويه، لان انا ما كانش عندي طبعا، عملت بانيه فما كانش عندي شوربه اهو. بصوا بس كمان انا لما بكون سلقه لحمه او اي طيور او اي حاجه، بالذات اللحمه يعني، بحب اشيل الشوربه بتاعتها، بحط اول ما تبرد احطها في اكياس واشيلها في الفريزر، تنفعني في وقت زي ده. بصوا اهو انا نزلت بالكوسه طبعا بعد ما غسلتها، وادي نزلت اهو بالميه او الشوربه لو انت عندك. كان في واحده اهي كوسه نسيت اقطعها، بس هسيبها لما تطيب وبعد كده هوريها لكم. بصوا ادي الرز، هو كان يعني، بصوا هو باين في الكاميرا ان هو فاتح، لا هو كان يعني محمر عن كده شويه. بس حطيت الملح، انا بحب احط الملح قبل ما اطش الرز واقلبه شويه علشان خاطر ايه، يبقى مظبوط معايا يعني. الملح اتاكد اكتر ان هو الملح داب في الرز. بس وهطش الرز. انا بوريكم الكوسه اهي، دي كان الرز وجع من الحله دي على الحله دي اهو. بصوا كده انا اتاكدت ان الرز كده ايه، الملح داب فيه. وهنزل زي ما انت عايزه، بالميه بالمرقه. عامه انا محبش الرز ابدا ابدا بالمرقه، حتى لو عندي شوربه او مرقه ما بحبوش، لا مش بحبه بالشوربه، بحطه لازم، محبوش الا بالميه، بحب طعمه كده. لكن لما بيكون عندي مكعبات دجاج بحط واحده فيه. بصوا انا هنا بوريكم ادي الرز، الكوسه طابت. كمان كنت عايزه اقول لكم على معلومه، ما تزودوش الشوربه او الميه. الرز ده كان طاب، بس انا كان يعني ايه الشرب، وانا وطيت عليه خالص زي الشمعة كده اهو، وجلبته وسبته. هغطيه تاني وهسيبه. الكوسه ما تزودولهاش شوربه او مرقه او ميه كتيره، لان الكوسه بطبيعتها فيها ميه كتير فبتنزل الميه بتاعتها. فالافضل ان احنا ايه ما نزودش ما نزودش يعني ميه، عشان هي تطلع ميه تاني، هتنزل ميتها يعني. بصوا هنا انا جبت الطاسه وكنت عامله البانيه، حاطاه في البقسماط وفي الفريزر، كنت حطيته في الفريزر. ده عملته اول حاجه الصبح قبل ما ابدا باي حاجه. بس وهسخن الزيت ده بالزبده اللي هي عندي، وهحط البانيه واحمر البانيه في الطاسه اهو، شايفين، واحمر. بس كده. هنا انا كنت خلصت بقى، شايفين الرز ما شاء الله، شايفين شكله ولونه كان مفلفل خالص، ولونه شايفين اهو. وادي طبق تاني. بصوا ادي الكوسه، الطماطم كانت حلوه فكانت حمرا، شايفين الدمعه بتاعتها تجيل ازاي، لان انا ما زودتش ميه كتيره. ليه؟ لان انت لما بتزودي ميه كتيره والكوسه تنزل الميه بتاعتها تلاقي الدمعه بتاعتك خفت. لا، زودي، حطي قليل، حطي شوربه او مرقه او ميه ايا كان هتحطي فيه، بس يكون قليل. كان طعمها حلو جدا وكانت مسكره ومحليه. كمان انا اشتريت جرجير وغسلته. الجرجير ده من الحاجة المهمة اللي لازم تغسليه، وكمان تغسليه بخل، وبنقعه شوية بالمية، وبعدين بغسله بخل واغسله تاني مرتين تلاتة، يعني بغسله حلو جدا. بصوا ادي البانيه اهو، شايفين طيب ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، الاكل عجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.